بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم في فيديو اليوم عن موضوع شراء شقة في كومباوند. يعني الأشخاص اللي بيشتروا الشقق في كومباوند تبع الشركة بيستلم الشقة من الشركة دي، يخلي باله جدا وهو بيتم التعاقد مع هذه الشركة لاستلام شقته في الكومباوند أو في أي موقع. ليه؟ بيكون الشركة طبعا بتعمل العقد على الاشتراطات أو المواصفات القانونية اللي بتجعل حق الشركة أفضل من حق العميل نفسه. بمعنى يتم الاتفاق في العقد ان او يتم العميل يكون متفق على ان الشقه على سبيل المثال مساحتها 160 متر، وان له قدر من الحصه بتاعته يبقى في الارض نفسها ليه سهم معين او قدر معين في الارضيه. طبعا ديت بيتم التعاقد او بيتم العميل تعامله مع الشركه على هذا المواصفات او على هذه المواصفات وعلى هذه الاساسيات. يجي العميل عند دفع الفلوس او عند التعاقد الفعلي يجد ان العقد فيه اشياء كتيره او بنود كتيره مش كامله او بنود ناقصه، ولذلك الشخص اللي بيشتري شقه من شركة بيستلم هذه الشركة أو بيشتريها من الشركة وبيستلمها في كومباوند أو موقع، يفضل إن يكون وجود محامي معاك وأنت بتتعاقد على شراء الشقة دي. ليه؟ طبعا لما يكون موجود معاك محامي هيعرف الشقة مساحتها إيه، وهيعرف هيقارن أو هينظر للعقد اللي الشركة. طبعا الشركة لما بتمضيك على عقد بيع او اي اجراء قانوني بتبقى الشركه عندها موظف او مستشار قانوني بتاع الشركه الخاصه بيهم هو اللي بيأسس العقد على المواصفات اللي الشركه محتاجاها. اما حضرتك بيكون معاك محامي بينظر للعقد، يفصل العقد تفصيليا، يفصل البنود، ينظر او تنزل الموقع او تجيب معاك مهندس ايضا. مفيش مانع المهندس قبل ما تشتري الشقة الموجودة في العقد لا مهطرها تاني، والمحامي ينظر للعقد يشوف المواصفات أو البنود اللي موجودة في العقد هي الموجودة بالفعل على أرض الواقع ولا لا. فخلي بالك الناس اللي بتشتري شقة بتشتريها من شركة أيا ما كان بتستلمها في أي موقع أو أي كومباوند أو ما إلى ذلك، يكون معاك محامي جدا. محامي ده موضوع مهم جدا، لأن معظم الشركات العميل بيتفق على حاجه. يعني انا كلمني حد من فتره ان هو بيشتري شقه في كومباوند، المساحه كان متفق على مساحه معينه، وهو بينظر للعقد لقي ان المساحه ناقصه حوالي 15 متر، وهو بيجيب مهندس او جاب مهندس يمطر الشقه لقاها اقل كمان ما موجود في العقد. ان كان ليه متفق ان هو يكون ليه عقد حصه او في الارض او اسهم، ما وجدش الكلام ده في العقد. فطبعا معظم الشركات بتختل شروطها او مواصفاتها، بيبقى الكلام او اللي موجود الكلام غير اللي موجود في العقد. فخلي بالك وانت بتمضي على شراء شقه في كومباوند او من شركه بتستلمها في اي موقع، خلي بالك كون حريص جدا ان يكون معاك محامي، ويفضل ان انت كمان لو هتجيب مهندس يمطر الشقه قبل شرائها ودفع فلوس فيها، لان ده حقك ما تتنازلش عنه. تحياتي لحضراتكم جميعا.